السلام عليكم. رسالتي للشعب المصري الأصيل: نحترمك ونقدرك ولك احترامك كدولة عربية ولا ننكر دور مصر، لكن السؤال لماذا تصدر مشاكلك عليه؟ إذا كان عندك إخفاقات، تعويم الجنيه، انهيار الاقتصاد، كل ما هنالك، هل أنا مسؤول عنك مدى الحياة؟ هل أنا مسؤول عن رفاهية شعبكم؟ هل أنا مسؤول عنك؟ أنا ماني مسؤول. أنا ماني مسؤول عنك ولا مسؤول عن أي دولة عربية، أنا مسؤول عن نفسي. أنا أساعدك بس ما راح أكون مدى الحياة إني أنا أقدم لك مساعدات. الإعلام المأجور والناس اللي تطلع بتشتم فينا ليش؟ عدد المصريين اللي يعملون في الخليج فوق 8 مليون، لو كل شخص يتكفل حق 4 يعني أنا ثلث الشعب المصري قاعد ياخذ قوته من الخليج. احنا مو مقصرين معاكم، واقفين معاكم، نحترمكم، لكن الاخفاقات اللي عندكم والمشاكل الاعلام قاعد يوجهها علينا لانه مو قادر يعالج، فيسببنا احنا السبب، احنا اللي موقفين عنكم الفلوس، احنا اللي بنبي نعطيكم. انا مالي شغل بفشلكم، انتم ناس مو قاعد تستثمرون الموارد الطبيعيه اللي عندكم، مو قاعد تشتغلون لان في فشل. فانتم ايش قاعد تسوي؟ تقعد انت في الاول شوف الكويت، شوف دوب يشدونا، حاسب حكومتك، قول ليش انت ما توفر لي لقمه العيش؟ ليش تخليني انا اكون مذلول واسافر برا وهي بلدي؟ ليش اتغرب؟ ليش اظل طول عمري اشحت؟ هذه مشكله بلدك مو مشكلتي. انت عندك قائمين على اداره مفاصل الدوله غير قادرين. انا ما اقول لك اطلع ضد الحكومه لا سمح الله، بس حط نواب يحاسبوا الحكومه عشان تطور وتنمي الاقتصاد عندكم في بلدكم. دي مشكلتك مو مشكلتي، لا تصدرها لي. 3 دول اغنى دول العالم في الدخل ياخذون كل فرد $25,000. السويد، الدنمارك، اليابان دخلهم اعلى من دخلي انا كخليجي. كما قلنا لهم اعطونا. بس يا مصريين حاسبوا بلدكم، هم قاعدين ينقلون مشاكلكم الى الخليج عشان يغطون فشلهم، وانت تحط لومك دوبك دوبي انا كمواطن كويتي وخليجي. ايش علي انا بيك؟